كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم رح يكون عن موضوع عن المولد النبوي الشريف. بس قبل ما نبلش بهذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو، كمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر اللي رح يظهركم على الشاشة. يلا نبلش اليوم. مثل ما قلت لكم يا جماعة رح يكون عن موضوع عن المولد النبوي الشريف. قبل ما نبلش بهذا الفيديو يا جماعة بدي لكم بانه هذا الفيديو رح قسمه الى اثنين او الى قسمين يا جماعة. القسم الاول وهو موضوع عن المولد النبوي الشريف، رح احكي لكم عن موضوع عن المولد النبوي الشريف وكذا، وكمان رح احكي لكم عن احتفالات وعطل، يعني هي راح احكي لكم عنها في نص الفيديو يا جماعة، راح تشوفوا يعني. ويلا نبلش بهذا الفيديو. المولد النبوي الشريف او مولد الرسول هو ذكرى سنوية في يوم في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول حسب أشهر عند أهل السنة، أو 17 ربيع الأول حسب المنظور الشيعي، حيث يحتفل به في كل عام في بعض المدن أو في بعض الدول يا جماعة الإسلامية، ليس باعتباره عيدا أو عبادة، بل هي فرحة بولادة نبيهم يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته وذكر شمائله، ويقدم فيها الطعام والحل وغيرها يا جماعة من المأكولات مثل الحلوى أو حلوى المولد. خلينا ننتقل إلى الفقرة الثانية. مثل ما أنا حكيت لكم يا جماعة، خلينا ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي فقرة احتفالات وعطل. الفقرة الثانية يا جماعة راح تكون فقرة احتفالات وعطل. يا جماعة تحتفل دول عدة دول في العالم بذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية في عدة دول، على سبيل مثل فلسطين يا جماعة والعراق وكذلك والجزائر والمغرب وعدة دول يا جماعة، حتى السودان، سوريا ومصر وليبيا والأردن وتونس والإمارات والكويت، وكمان سلطنة عمان واليمن